كشفت الإعلامية المغربية المقيمة في فرنسا دنيا فيلالي عن تعرض نجل العاهل المغربي محمد السادس لمحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل سائقه الخاص. فيلالي أوضحت في مقطع فيديو بقناتها على اليوتيوب أن قوات الأمن الخاصة عززت مؤخرا من حراسة الأمير الحسن خوفا من محاولة استهداف أخرى من أطراف ترغب في منعه من حكم المملكة في سياق الصراع المحتدم داخل العائلة العلوية على خلافة محمد السادس. 34,280 طنا من المواد الغذائية. شفنا مؤخرا وعلاش زادوا الحماية للأمير الحسن هو وقتل أو اغتيال السائق الخاص ولا البودي جارد ديال الأمير الحسن برصاصتين بالرأس. ديال المصادر ديال جرائد رسمية دولية منها إسرائيلية إسبانية فرنسية ولا أجنبية بشكل عام تكلموا على هادشي وتكلموا على ما يقع داخل القصر الملكي، وهادشي غادي وهادشي كان في السنوات القليله الاخيره، وهادشي غادي كيزيد هو ما يفسر الحاله اللي وصل لها الملك محمد السادس اللي زاد سوءا سواء الصحه ديالو سواء داخل